السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى حلقات صالون الصالحين في المونديال. طبعا احنا أعلنا إن هتبقى عودة عبد الحميد في المونديال، ولكن طبعا لظروف كده خاصة حصلت فغيرنا اسم البرنامج. هنكون معاكم خلال بطولة كأس العالم مع كل مباريات منتخب مصر في ظهر المنتخب، وهنشجع المنتخب وإن شاء الله نوصل لمسافة بعيدة مع ضيوف الكرام. طبعا الكابتن محرم الويق طبعا ضيفنا العزيز، كابتن أحمد إبراهيم طبعا ضيفنا في البرنامج، وكابتن طبعا السيد حسن معروف طبعا وغني عن التعريف ضيفنا في البرنامج. صالون الصالحين في المونديال. في البداية نسأل الكابتن محرم طبعا بصفته الأكبر سنا طبعا في هذه الحلقة. كابتن محرم، شايف في البداية كده قبل ما ندخل على منتخب مصر، شايف كأس العالم إزاي وتنظيم كأس العالم في أمريكا والأجواء والعواصف والرعد والبرق والماتشات اللي بتقف وزيادة عدد المنتخبات من قبل الاتحاد الدولي ل 48 منتخب، وشايف ان ده بيقلل من القيمة الفنية للمباريات؟ بخصوص التنظيم حتى الآن فيه فشل بالنسبة للتنظيم الإداري، وشفنا ان هم متعنتين في التفتيش مع اللعيبة ومع البعثات، ورفضوا دخول حكم من احسن حكام افريقيا الحكم الصومالي، وشفنا حاجات يعني ما تعملهاش اي دولة صغيرة. المستوى الفني رغم ان 48 منتخب المفروض ان المستويات هتبقى قليله، لكن احنا شفنا مستويات عاليه جدا، وكل المباريات اللي شفناها لقينا كوره وكوره حديثه وتكتيك عالي من المدربين، روح عاليه من اللاعبين. شفنا قطر وعملت نتيجه هايله مع سويسرا بعد ما كانت متاخره 1-0، قدرت تتعادل في الوقت بدل الضايع في اخر ثانيه. شفنا المغرب وما ادراك ما البرازيل، المغرب تعادلت رغم تقدم المغرب، ولكن البرازيل قدرت ان هي تتعادل بكل قواها مع المغرب، فشيء مشرف جدا. نتمنى بكره ان شاء الله لمنتخب مصر، نتمنى انه يحقق مفاجاه ويقدر يكسب 2 أو 3 او اي نتيجه، وان ما كانش مكسب يكون تعادل عشان ما نحبطش من اول مباراه. صالون الصالحين في المونديال. استكمالا طبعا لكلام كابتن محرم، كلام طبعا في منتهى القوة. كابتن احمد ابراهيم، عايز اسألك، شايف مين من المنتخبات العربية بخلاف طبعا مصر يقدر يحقق نتائج ايجابية زي ما طبعا المغرب وقطر حققت ده؟ شايف ان الجزائر يعني فريق منتخب قوي وبسم الله ما شاء الله على لعبهم، فيها لعيبه كلها محترفه بره، والاداء بتاعهم هيكون رجولي، وان شاء الله هتبقى المباراه بتاعتها هتبقى سهله ان شاء الله. بالنسبه لتونس انا شايف برضه ان هو منتخب يعني على القد، ونتمنى له كل دايما يعني التوفيق ان شاء الله. وانا شايف ان اللي هيحقق في البطوله ديت يعني ان شاء الله حاجه كويسه، هيكون ان شاء الله منتخب مصر وان شاء الله المغرب. صالون الصالحين في المونديال. كابتن السيد حسن، طبعا استكمالا لما بدأناه، عايز اسألك عن نتائج المباريات حتى الآن. شفنا نتائج غريبة وعجيبة طبعا، يعني المكسيك وجنوب افريقيا 2-0 المكسيك طبيعية، كوريا الجنوبية والتشيك طبعا 2-1 لكوريا الجنوبية، دي طبيعي برضه. كندا والبوسنة والهرسك تعادل 1-1 مفيش مشكلة. امريكا وباراغواي ده مفاجأة طبعا. شايف اداء امريكا في المباراة دي ازاي؟ و4-1 طبعا بتقدم رسالة قوية لكل المنتخبات ان هي رايحة لبعيد، خصوصا ان هي احد الثلاث دول المنظمة للبطولة. امريكا طبعا تطورت كرة هناك، لان كانت ضعيفة جدا في الفترة الاولى، في العهد الاولاني ايام ما كنا بنلعب في البطولة اللي هي المصنفة، ايام ما كنا بنلعب البرازيل وتغلبنا 4-3، وايام ايطاليا تغلبنا 1-0. فطبعا امريكا حطت النقط على الحروف وبدأت تظبط الكرة القدم هناك، لانها كانت بتختلف في كرة القدم، يعني كانت يعني من بعيد، فبدأوا حطوا النقط على الحروف. شايف امريكا تقدر توصل لفين في البطوله دي، ولا دي حلاوه روح كده في البدايه في مباراه طبعا في اول مباراتها في كاس العالم؟ هي اولا على ارضها فلازم تعمل كده، ولازم تبين انها قويه، فهي كده كده ماشي احنا معاها، هي قويه بس في المنتخبات ديت حاليا في التمهيد دي ما يحسبش القوه من دور الثمانيه وانت طالع، يعني كل ده تحصيل حاصل. في فرق كتير هتطلع، في فرق مش هتعرف تكمل، في فرق البدن بتاعها يقع،
فكل ده هنشوفه في الفترة المقبلة. طبعا في مباراة من المباراة طبعا كانت نتيجتها اكتساح لألمانيا طبعا أمام منتخب كوراسو، شايف ده ازاي؟ وشايف ألمانيا بتقول للجميع إن هي جاية، ولا منتخب كوراسو طبعا المستوى الفني بتاعه دي نتيجة خادعة؟ والله هي نتيجة خادعة، لأن هي ألمانيا لو بتلعب فريق قوي مثلا زي أسبانيا زي البرازيل زي ده هنقدر نقاوم ونقدر نفهم هي فعلا قوية وتستحق، ولا بتلعب فرقة مثلا تحصيل حاصل. صالون الصالحين في المونديال. نرجع للكابتن محرم الوقت طبعا، الاعلام الكبير طبعا ونجم كره القدم في قريه مزاح طبعا التابعه لمركز المنصوره محافظه الدهليه. كابتن محرم، هنخش بقى على المنتخب طبعا بصفتك طبعا مصري وطني، تتمنى طبعا المنتخب يوصل لبعيد، ولكن على ارض الواقع شايف حسام حسن ولاعيبه المنتخب ومحمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه ومصطفى شوبير في حراسه المرمى وكل اللعيبه اللي نجوم وامام عاشور، شايف نقدر نفوز على بلجيكا ونوصل لفين في البطوله دي، ولا شايف ان الامور صعبه؟ انا مش شايفها صعبة ان شاء الله، هي ان شاء الله قريبة جدا مننا. انا شايف ان التشكيل والاختيارات اللي عملها كابتن حسام حسن هي في محلها. انا شايف اللعيبة اللي منضمة الاعلى فنيا في الدوري المصري ما شاء الله، شفنا نماذج عالية جدا، شفنا تريزيجيه من افضل لاعبي الدوري المصري، شفنا مصطفى شوبير متألق في المرحلة الاخيرة، شفنا محمد صلاح وما ادراك ما محمد صلاح، عمر مرموش نجم السيتي، شفنا لعيبه ان شاء الله هتقدر تغير من مجريات الامور مع فريق بلجيكا. فريق بلجيكا قوي وفريق ملوش ملامح قوي، يعني ملوش ملامح انك تبني عليها خطه، فهيبقى صعب انك تنافسه، ولكن منتخبنا قادر. مدربنا ما شاء الله حسام حسن اكيد دارس الفريق بلجيكا كويس جدا، وهيعمل نتيجة ايجابية، وده عشمنا كلنا كمصريين وكعرب. احنا ساعدنا جدا بتعادل قطر، ساعدنا جدا بتعادل البوسنة والهرسك، ساعدنا جدا بالمغرب والنتيجة الهائلة مع اقوى فرق العالم البرازيل. فمش كتير على مصر ان شاء الله ان هي تتأهل للدور الثاني برفقة 8 فرق عربية أو 10 فرق إسلامية إن شاء الله. صالون الصالحين في المونديال. كابتن احمد ابراهيم، طبعا استكمالا لسؤالنا مع الكابتن محرم وكلام كابتن محرم، وقال طبعا تعادل المغرب والفرق العربيه مع منتخبات كبيره، ولكن انا هخص هنا نتيجه المغرب مع البرازيل، تعادل المغرب مع البرازيل 1-1، شايف ده بسبب قوه منتخب المغرب اللي شفناها طبعا في كاس العالم الماضي ووصولهم لنصف النهائي، ولا شايف ان ده لضعف مستوى البرازيل خصوصا بعد ادائهم المفاجئ امام منتخب مصر؟ طبعا كلامك محق قوي، وكلام اللي انت بتقوله ده فعلا. السنه اللي كاس العالم اللي فات ساعه ما المغرب برضو وصل لحد ربع النهائي، فدي برضو كان ضجه جامده. وفي نفس الوقت ان شاء بالنسبه لمنتخب المغرب يعني كلهم لعيبه محترفه، وبالنسبه برضو لمنتخب البرازيل من بعد المباراه الوديه اللي لعبتها مع منتخب مصر والنتيجه طلعت 2-1، فدي خلت روح اللعيبه بتاعت المغرب اشمعنى منتخب مصر عربي برضك يعمل مباراه جميله قدام البرازيل، فاحنا برضك ما احناش اقل منهم، وبرضك احنا واصلين السنه اللي كاس العالم اللي فات دور رباعي، فلازم نأدي احلى مباراه قدامهم، وعشان كده طلعت النتيجه 1-1، وبرضه كانت مباراه جميله كل اتمتع بيها. واللي شايفه ان دي يحمس من المنتخبات العربيه ان هم يقدموا اداء رجولي دايما. صالون الصالحين في المونديال. كابتن سيد حسن، عايز اسالك طبعا عن التحكيم طبعا بيفرق جدا في مباريات كبيره زي مباريات كاس عالم، طاقم تحكيم كامل برازيلي، شايف ده ازاي؟ وعايز تقول ايه اللي تحب تقول للاعيبتنا طبعا واللي يخصنا هنا لعيبه منتخب مصر يتعاملوا ازاي مع التحكيم ومع حكم اللقاء، ويركزوا في ايه وما يركزوش في ايه، ويخلي بالهم من ايه؟ كان دايما اسمع الكابتن صالح سليم دايما يتكلم في حته التحكيم، يقول لك ملناش دعوه بالتحكيم، احنا نعمل اللي علينا وبس، اما التحكيم ده رايه هو، احنا نثبت للجمهور ونثبت للناس ان احنا نشيد بمنتخب مصر، يكون منتخب قوي يضغط على الخصم ويوفر الطاقه بتاعته مش يبذلها، لان التانيين هيبقوا واقفين على رجليهم اكتر مننا، كالبدن بتاعهم اقوى مننا، فاحنا لازم نوزع البدن بتاعنا على الماتش كله. حته التحكيم ديت
ممكن يبقى في اخطاء مؤثرة واخطاء مش مؤثرة. الاخطاء المؤثرة هنا ممكن يحسب بلانت ظلم، ممكن يحسب جون اوفسايد، حاجات من دي مؤثرة. انما كرة في نص الملعب او اوت او حاجة يعني ملهاش لازمة من الاخر، ما اعترضش على الحكم ان هو يديني انذار ابقى مهدد بطرد. فالمفروض الكابتن حسام يقعد معاهم ويفهمهم الحتة دي عشان ما يوترهمش ويطلعهم بره الماتش. فتك طبعا اتكلمت عن الاجواء والبدني والكلام ده. شايف درجه الحراره العاليه والرطوبه الشديده في امريكا وفي تنظيم البطوله والعواصف والرعد هيأثر علينا كمنتخب مصر، ولا احنا طبعا متعودين بصفتنا في قاره افريقيا اللي هي بتشتهر طبعا بالحراره الشديده وارتفاع معظم الدول عن سطح الارض؟ بالنسبة للمصريين ما بيأثرش فيهم اي حاجة، لان افريقيا لعبنا فيه، اوروبا لعبنا فيه، اسيا لعبنا فيه، جميع انحاء العالم لعبنا فيه. فطبعا احنا واخدين على كده، واحنا اساسا مجهودنا نقدر نتحكم في اي رتم في العالم، امتى نبطئ الرتم وامتى نعلي الرتم بتاعنا. وطبعا الكابتن حسام واخد قماشه تقدر تلعب في اي مكان. صالون الصالحين في المونديال. كابتن محرم، كابتن سيد طبعا اتكلم عن القماشه واللعيبه وقائمه كابتن حسام حسن. شايف ان في حد اتظلم انه ما انضمش للمنتخب، ولا بلاش نتكلم في حد اتظلم دلوقتي؟ وقت دعم ووقت ان احنا نساند المنتخب. قول لنا طبعا شايف مين اللاعيبه اللي تقدر ان شاء الله ترجح كفتنا في مباراه الغد. كل الدعم للكابتن حسام حسن في اختياراته، انا مؤيده في كل شيء عمله. ما شاء الله قدر بكل جرأة انه يختار حمزة عبد الكريم الصاعد بسرعة الصاروخ. وانا شايف ان في حملة غير مبررة على الكابتن حمزة عبد الكريم من السوشيال ميديا او بعض الانصار بعض الفرق في مصر، ولكن انا شايف اختياراته كلها موفقة ان شاء الله. وما فيش مدرب عايز يخسر، المدرب بيختار ادواته اللي ينجح بها وانه انه يعمل بها نتائج، عشان دي في النهاية هو له ومصلحة له وشغل له، فلازم هو يختار صح. فالراجل من وجهة نظري اختار صح، ويكفي انه بيدي فرصة لواحد زي حمزة عبد الكريم. ان شاء الله ممكن يبقى مفاجأة البطولة، ممكن يبقى وزيكو مصطفى زيكو ومصطفى شوبير برضو. اي مدرب تاني ممكن ما كانش يوقف مصطفى شوبير ماتشات اساسيه، ولكن الراجل اخذ على عاتقه. هو طول عمره جريء في الملعب كراس حربه، الراجل قراراته حازمه، بيختار صح، ما بيهموش اي راي او اي انتقاد. الراجل مركز في شغله واحنا كلنا معاه، وكل الدعم للكابتن حسام حسن. ان شاء الله يكسب اليوم النهارده بنتيجه ترضي المصريين ان شاء الله، وترضي كل واحد محب لبلده. صالون الصالحين في المونديال. كابتن احمد ابراهيم، اسالك طبعا عن حراسه المرمى. شايف اختيار مصطفى شوبير لقياده منتخب مصر في كاس العالم مغامره، ولا مصطفى قد المسؤوليه؟ وتحب تقول له ايه في مباراه كبيره امام منتخب بلجيكا؟ طبعا محمد الشناوي قبل كده في كاس العالم قدام اوروجواي طبعا عمل مباراه كبيره وكان اول كاس عالم ليه. هل مصطفى متوقع انه يقدم مباراه كبيره على قرار طبعا محمد الشناوي، ولا شايف ان في قلق في الحته دي؟ بالنسبه لمصطفى شوبير ربنا يوفقه بكره النهارده قصدي، وكل الدعم له. وبالنسبه له ان هو حارس اساسا بيجيب الكره اللعب برجله كويس، وهو اساسا اثبت المباراتين اللي فاتوا مع ان كان في ضغط جامد عليه واللاعيبه بتضغط عليه لقدام. يعني كان البرازيل بالنسبه للفريق بتاعها كان برضه كده ضاغطين لقدام، وهو كان بيعرف يطلع كره من ورا. اما بالنسبه لمصطفى كان واخد نجم المباراه لانه شال الكور كتيره واثبت ان هو كمان حارس يجيب الكره باللعب زيه زي الحراس الكبيره زي ماليو نوير. لا تعليق عليه ان هو معروف ان هو حارس مصر الاول. صالون الصالحين في المونديال. كابتن محرم، طبعا الكل طبعا مستني وعايز يعرف مين كابتن حسام هيبدا بمين، تشكيله الاوراق الرابحه. شايف تشكيلك المتوقع للمباراه يبقى مين؟ والافضل افضل 11 يبداوا مباراه كبيره زي مباراه بلجيكا كنقطه بدايه في مونديال امريكا 2026. والله انا متوقع هو هيبدا بمصطفى شوبير، بمحمد هاني باك يمين، بياسر ابراهيم سيرد باك، ومعاه ممكن يكون رامي ربيعه. لا ربيعه، لان منعم لسه ما لعبش، فبنسبه كبيره يكون رامي ربيعه. وفي الناحيه الشمال
ممكن يكون احمد فتوح. اكيد هو مش هو. ممكن يكون احمد فتوح بشكل اساسي. ما عندنا في النص هو مش هيستغنى عن حمدي فتحي، لازم يلعب حمدي فتحي ومعاه مروان عطيه، ويكون امام عاشور او حسب نتيجه المباراه او احمد زين. شايف يبدا بامام؟ انا شايف يبدا بامام، شايف يبدا. لا انا عندي حمدي فتحي وعندي الاثنين بيقوموا بالدور الدفاعي جيد، فمش مش محتاجه مهند لاشم معاهم عشان ما نخنقش المهاجمين. برضه عايزين لاعب يربط بين زي امام عاشور يربط بين الوسط والهجوم. طبعا هيبقى لا خلاف على محمد صلاح اساسي ومعاه زيكو ان شاء الله. اقطعك بس في الكلام. محمد صلاح يبدا كطرف ولا مهاجم؟ لا يبدا جناح. جناح يبدا جناح، وانا اسيب مصطفى زيكو عنده فعاليه اكتر على الجول. بس الجناح هيبقى بيتطلب ان هو يرجع يدافع، وطبعا احنا كلنا عارفين ان محمد صلاح كسنا مش هيرجع يدافع مع محمد هاني اللي هيبقى عليه ضغط كبير في المباراه دي تحديدا، عكس الجبهه الاخرى جبهه احمد فتوح مثلا واللي هيلعب قدامه. اعتقد حته راس الحربه ديت لا الافضل فيها يكون مصطفى زيكو جريء على الجون، بنسبه تهديفه عاليه، احتمال ضياع الفرص قليله جدا ونادره جدا. فانا برجح من وجهه نظري ان يبدا بمصطفى زيكو. هو خد حساسيه المباريات في الماتشات الاخيره دول وجاب اجوان، فده ادت له دفعه قويه جدا. فانا مش عايز يعني ابخس الراجل حقه واخليه يحبط تاني، لا يبدا به ومعاهم تريزيجيه يا ريت في الناحيه الشمال. صالون الصالحين في المونديال. كابتن سيد برضو عايز اسالك عن تشكيلك المتوقع. كابتن محرم طبعا قال تشكيله، هل تتفق مع نفس التشكيله ولا شايف تشكيله اخرى للمباراه؟ قول لنا برضو من حراسه المرمى لراس الحرب. والله هو على تبع الكابتن حسام والجاهزيه عنده، وهيلعب بطريقه ايه؟ هيلعب كمهاجم او هيلعب كمدافع. لو هيلعب خلاص والله لا نقدر نقوله على الكابتن حسام. هو الوقت شايف اللعيبه وشايف مين يقدر ومين يلعب ومين مش هيلعب ومين هيقعد على الدكه ومين بره الدكه اساسا. فهو هيلعب بطريقه ايه؟ 4-4 مثلا 2 مثلا 4-3-3 على حسب الخطه اللي هو هينفذها. هيبدا ينزل التشكيل. فاحنا المتوقع بتاعنا عشان نقول مين يلعب او مين ما يلعبش دي استحاله، لان عمرك ما تخش في جوه الاوضه بتاع الكابتن حسام. تشكيلك انت ككابتن سيد. انا ككابتن سيد مثلا هحكم على الفريق بتاع مصر. لو انت هتلعب بطريقه هجوميه مصطفى شبير لا ينطق عليه، وهنحط قدامه مثلا ياسر ابراهيم، وهنحط جنب منه يا اما رامي ربيعه يا اما محمد عبد المنعم. الافضل حاليا هو محمد عبد المنعم في الماتشات اللي فاتت، يعني ايه لسه برضه راجع من اصابه فمش جاهز قوي. وطبعا رامي ربيعه ظروف اللي هي خرج منها من الاهلي، فطبعا ما شفناهوش بقالنا فتره فما نقدرش نحكم عليه. حسام عبد المجيد جاهز مثلا. شايف اختار لي اثنين، ياسر ومين؟ اختار اثنين. انا من رايي ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد، وجنب منهم محمد هاني واحمد فتوح ماشي، وقدام منهم مروان عطيه وطبعا حمدي فتحي وامام عاشور وزيكو. ولا راس حربه؟ لا زيكو طبعا راس حربه. طيب مين بقى الاثنين الاطراف؟ الاطراف ممكن تحط مثلا يا اما محمد صلاح يا اما هيثم او زيزو. والاحسن ان احنا نلعب هيثم في الاول. ليه بقى؟ لانه شاب، وطبعا منتخب بلجيكا طبعا هيبقى البدن بتاعه قوي وهيبقى نازل. ليه لا؟ طب ما هو حسن شحاته قبل كده طلع ناس محترفه ونزل ناس مش محترفه مثلا، ولعب مثلا ناس كان دايما الناس تتكلم عليهم انهم وحشين وهم كانوا حلوين في الملعب. الطرف الثاني بقى مين؟ تريزيجيه طبعا. تمام. صالون الصالحين في المونديال. كابتن احمد ابراهيم تشكيلك المتوقع. كابتن محرم وكابتن السيد قالوا لنا التشكيلات المتوقعه، ومفاجاه طبعا من العرض الثقيل لا كابتن محرم ولا كابتن سيد قال عمر مرموش. شايف ده ازاي وشايف تشكيلك المتوقع ايه في مباراه بلجيكا؟ طبعا تشكيل المتوقع هتبتدي بحراسه المرمى مصطفى شبير، قدام منه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، على الباك اليمين محمد هاني، باك شمال احمد فتوح، نص الملعب حمدي فتحي، مروان عطيه،
قدام منهم بسنة مثلا إمام عاشور هيبقى صانع ألعاب. في الهجوم هيبقى محمد صلاح. راس حربة ولا طرف؟ لان ده الموضوع اللي شاغل الكل طبعا. والله هو المفروض أساسا هيلعب هاف. وبالنسبة يبقى في راس الحربة هيبقى زيكو، وفي الهاف التاني هيكون مرموش. تريزيجيه بره. تريزيجيه بره. صالون الصالحين في المونديال. يعني كده كل واحد طبعا قال تشكيله المتوقع. مباراة كبيرة، الله يكون في عون الكابتن حسام حسن. يعني احنا هنا في الاستديو طبعا وفي الحلقة في صالون الصالحين طبعا في المونديال. كابتن محرم قال تشكيلة، كابتن سيد قال تشكيلة تانية، كابتن احمد ابراهيم قال تشكيلة تالتة، ناس قالت مرموش يقعد دكة، ناس قالت تريزيجيه يقعد دكة، ناس قالوا عبد المنعم يبدأ، ناس قالوا رامي هو اللي يبدأ. في النهايه بنتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن طبعا في ادارته للمباراه، وان هو ان شاء الله يكون موفق في ان هو يحط تشكيله تكون ملائمه للمباراه، وان شاء الله كل ايا كان من اللي يلعب يكون موفق، ان شاء الله نفوز ونقدر نكسب. انا عندي احساس ان شاء الله، ولكن نستنى الاول. كابتن محرم، شايف نتيجه المباراه كام؟ توقعك، انتمائك طبعا عايز مصر تكسب، ولكن توقعك. والله انا اتمنى طبعا ان مصر تكسب، ولكن انا بتوقع نتيجه تعادل باي نتيجه. تعادل. كابتن احمد ابراهيم، توقعك للمباراه؟ ان شاء الله منتخب مصر هيفوز 1-0. ان شاء الله هيكون مرموش. كابتن سيد، توقعك للمباراه؟ توقع سر المباراة ان شاء الله البدني هو اللي هيفرق، بس انا اتمنى ان شاء الله ان مصر هتفوز 2-1. كلنا نتمنى مصر. توقعك؟ ان شاء الله مصر هتكسب 2-1. 2-1. وانا طبعا احساسي ان شاء الله هنكسب بلجيكا، مفيش مستحيل. احنا قدمنا مباراه كبيره قدام اسبانيا في اسبانيا وتعادلنا 0-0. كسبنا السعوديه في السعوديه 4-0. وطبعا قدام البرازيل قدمنا مباراه كبيره، رغم ان طبعا الكابتن حسام كان بيغير وبيجرب. فانا توقع ان شاء الله نكسب بلجيكا. ليه لا؟ احنا كسبنا بلجيكا قبل كده ومصر تقدر، وكابتن حسام عنده الحته دي، الحماس والطاقه والجرينتا والاجواء احنا متعودين عليها في قاره افريقيا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من غير مقاطعه مصر هتكسب، وان شاء الله مصر هتصعد اول المجموعه، وده توقعي واحساسي ولا خلاف على كده. قبل ما انهي الحلقه اسال ضيوفه طبعا. كابتن سيد، حابب تقول حاجه اخيره؟ اقول لهم ان شاء الله شجعوا فريقكم كويس، وان شاء الله وقفوا جنب بلدكم، وان شاء الله دعواتكم، واهم حاجه الدعاء. ان شاء الله ان شاء الله نكسب ويفرحونا زي كل السنين اللي فاتت ان شاء الله. كابتن محرم، كلمه اخيره طبعا لمنتخب مصر وكابتن حسام حسن. ان شاء الله يكون الفوز من نصيب المنتخب المصري، ويكون الشعب كله فرحان بكره بعد النهارده بعد المباراه، ودي نتيجه هتسعدنا وهتدينا دفعه قويه جدا. وانا متفائل لاول مره في كاس عالم ان احنا هنعبر للدور الثاني بسهوله ان شاء الله. كابتن احمد ابراهيم، كلمه اخيره. ان شاء الله هنفوز بكره النهارده، وباذن الله هتكون النتيجه زي ما انا بقول، وبرضه مفيش مستحيل ممكن نعملها، ويمكن كمان 2-0. ما حدش برضه تتوقع مباراه زي دي، لان كل ماتش له ظروفه، وان شاء الله هنأدي احلى مستوى باذن الله، وان شاء الله يعني فريق بلجيكا مش هيكون في احسن مستوى له. بشكركم، ودي اول حلقاتنا من صالون الصالحين في المونديال. انتظرونا ان شاء الله حلقات قادمه بعد المباراه، طبعا مباراه مصر وبلجيكا. ان شاء الله نكون موجودين معاكم واحنا كسبانين وفرحانين وبنحتفل. ان شاء الله نكون معاكم في كل مباريات مصر، وان شاء الله نوصل لابعد مدى. بشكر ضيوف الكرام كابتن محرم الوي، كابتن احمد ابراهيم، وطبعا دائم الابداع طبعا الكابتن السيد حسن، طبعا اللي احنا النهارده كلنا ضيوفه في صالون الصالحين في المونديال امريكا كندا المكسيك 2026. بشكركم، والى ان نلتقي في حلقات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا افراح القلب وهمه وشجونه، المصريين هم في الدنيا اول امه.